بتسمعوني، اول حاجه عايزكم تعملوا شير لمحمد رمضان عشان عايز اشوف الفيديو ده بعد اذنكم. انا كنت بصلي دلوقتي اهو يا جماعه، وحسيت ان انا لازم اطلع اقول كده. انا بحب محمد رمضان جدا، ونفسي ان انا اشتغل معاه في اي فيلم، في اي مسلسل، حتى فيلم اسد اللي داخل قريب فيه. نفسي امنيه حياتي ان اطلع معاه في اي حاجه، لاني بحبه جدا حتى لو كومبارس. فبعد اذن حضرتك يا رب تشوف الفيديو، واتمنى انا ممثل اساسا في الاصل، والسوشيال ميديا دي كلها والفيديوهات الحاجات دي كلها ملهاش دعوه خالص بموهبتي الاساسيه اللي هي التمثيل، وده حلمي الاساسي. وبروح مكاتب الكاست وما توفقتش لحد دلوقتي، بقالي 9 سنين بروح. فاتمنى انك تشوف الفيديو وتوافق اني اظهر معاك في اي عمل فني، وانا بحبك جدا والله. ما اعرفش هترد ولا لا. شكرا. سبحان الله، كمية خوف وفزع دخل قلبي بعد ما شفت الفيديو ده. وهذا الشاب بعد ما خلص صلاته مباشرة يقول أنا لسه مخلص صلاتي وبدعي ربنا إني أمثل مع محمد رمضان، ولو حتى آخد دور كومبارس. فلقيت نفسي بقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فإن الواحد ربنا بيمن عليه ويوفقه بعد كل صلاة إنه يقول الأذكار اللي كل ذكر منها كفيلة إنها تدخلك الجنة من أوسع أبوابها، وتجعلك من سعداء الدنيا والآخرة. ويكفي إنك بتقرأ آية الكرسي اللي لو حافظت عليها بعد كل صلاة لم يمنعك من دخول الجنة إلا الموت، يعني تموت من هنا وتدخل الجنة من هنا. ده غير التسبيح، إنك تسبح 33 مرة، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، يبقى 99 مرة، وتختم بال100 وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ايه اللي يحصل لك بعد الذكر ده؟ كل ذنوبك تتغفر وخطاياك ولو كانت مثل زبد البحر. لكن لما تتحرم من الخير والثواب العظيم ده، فاعلم أن الله علم ما في قلبك، وأن قلبك لم يكن حاضرا في الصلاة، وأن قلبك مع بشر فاسد يبث السفه والشر بين الناس، فتركك الله معه، واستحوذ عليك الشيطان اللي خلاك بعد الصلاة مباشرة تمسك موبايلك وتدعي محمد رمضان بذل ومهانة بالشكل ده. فيبقى لازم تخاف على آخرتك، واقرأ قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، وقوله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. يعني من حسن له الشيطان عمله السيء فاعتقده حسنا، وليس كمن زين الله له الحق فاعتقده حقا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أي فلا تهلك نفسك أيها الرسول حزنا على ضلال الضالين، فإن الله سبحانه وتعالى عليم بما يصنعون ولا يخفى عليه من أعمالهم شيئا. فرسلت ليك أيها الشاب علق قلبك بالله وحده، فالله سبحانه وتعالى غيور يغير أن تدعو أحدا غيره، فاجعل أمنيتك هي لقاء الله والنظر إلى نور وجهه الكريم ورضاه عنك وصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومرافقته في الجنة، فالمرء يحشر مع من أحب. فاللهم متعنا بالنظر إلى نور وجهك الكريم، واحشرنا مع حبيبك ورسولك وسيد الخلق أجمعين محمد عليه صلوات ربي وأتم التسليم، ونسألك صحبته ومرافقته في الجنة يا رب العالمين. اللهم آمين. كن جميل.